السلام عليكم ورحمة الله، ورجعت لكم فيديو جديد من قناة عائلة ماما بس. النهارده بقى امبارح طبعا احنا عملنا اكل كان بقى ب 30 جنيه كنا موفرين له، فالنهارده بقى مش هنوفر ومش هنبعزق قوي برضو يعني. النهارده بقى رحت السوق فجبت حاجات، هي مش للغدا بس، انا جبت كان ناقصني حاجات كتير فانا رحت وجبت كذا حاجه يعني. فانا النهارده اول حاجه هعمل مكرونه وبانيه. طبعا امبارح كان الاكل من غير ولا لحمه ولا فراخ ووفرنا له. النهارده بقى ايه، نصرف شويه. النهارده بقى هعمل بانيه. جبت نص كيلو بانيه ب 85 جنيه، قال لي ب 170 جنيه، خد 85 جنيه. جبت نص، وجبت نص مكرونه ب 10 جنيه، يبقى كده 95 جنيه. ده للاكل النهارده. وده يا ديدا سلم عليكم، سلم عليكم، باي. حطوا اللايك، ما تنسوش اللايك. وجبت كيسين صلصه عشان انا بحب احط على صلصه الطماطم صلصه. جبت كيسين صلصه ب5 جنيه. حط ده كمان. وجبت بقى ده كده للمكرونه والبانيه. والطماطم جبت كيلو ونص ب5 جنيه. النهارده الطماطم لقيتها، انا اتفاجئت فعلا، هي الطماطم دي الطماطم ديت مجنونه، ده حقيقه والله العظيم يعني. انا مش عارفه ازاي رحت لقيتها 3 ونص. فاللي هو مره حبة كبيرة قوي. بحبها. استني لي. ساعات الاقيها غاليه، تبقى غاليه، شوف توصل ل 15 و20 و19 ومش عارفه ايه، ولقيتها ب 3 ونص. اللي هو في حاجه اصلا 3 ونص دلوقتي؟ ففعلا الطماطم دي مجنونه قوي. جبت كيلو ونص ب5، وجبت نص خيار. الخيار جبت نص، تمام، عشان اعمل صلصه. فكده اساسا الاكله كلها مش هتتكلف اساسا حاجه يعني. 85 كده، 90 كده، 100، تمام. ونص طماطم مع طبق السلطه دي 5 جنيه، ادي 105. وجبت ربع بقسماط للبانيه، طبعا مش هاخد كله، هاخد نصه ب5، ادي 110 بس. فالاكله النهارده هتتكلف 110. امبارح كلفناها 30 جنيه، 35 جنيه، عشان 5 جنيه اللي انا كنت محوشاها. فالنهارده بقى الاكل قلت بقى مش هيبقى كل يوم طبعا. بص، هو مش كل يوم طبعا، هي الواحد بياكل كده وبياكل كده، مفيش حاجه اسمها كل يوم حاجه، مفيش خالص وكده، وكل واحد وظروفه. طبعا انا بعمل الاكل ده، انا بشارككم بيه طبعا، انا عارفه. انا هقول له بابا يديني فلوس. هو بيديها فلوس. استني يا ديدي بس. فهي الفكره مش كل يوم مش هناكل حاجه فيها لحمه وفراخ، ومش كل ما ناكل لحمه وفراخ. هو كل واحد حسب ظروفه. وانا هنا يعني بخاطب حاجه معينه يعني، ناس معينين. طبعا كل واحد بيعمل اللي ظروفه فيه. ممكن النهارده انا اعمل بانيه، بس انت مثلا ظروفك ما تعملش بانيه النهارده، تعمل حاجه عاديه، ممكن تعمل اكتر، ممكن تعمل حاجه اقل. فكل واحد وظروفه. بس انا بحاول اقدم الفكره بسيطه مش اكتر من كده. بس دي حاجه يعتبر الغدا يعني. طبعا الطماطم مش هاخدها كلها، انا هعمل الصلصه والسلطه وهيتبقى منها طبعا. جبت بقى حاجات تانية. جبت بقى عجينه طعميه للفطار بكره يعني، او في اي وقت. جبت ربع فلفل. جبت كيلو بصل ب 13 جنيه البصل. جبت قلت له عايزه ب 15 جنيه قد الدنيا بس. وجبت بقى ملح عشان ما كانش عندي، وجبت ب5 جنيه فلفل اسود بس. هي دي الحاجات اللي انا اشتريتها النهارده، حاجات بسيطه، وفي منها اللي هستعملها، في حاجات اللي انا هستعملها بكره او في اي وقت يعني، تمام كده. ويا بص بقى، هروح اشيل الحاجه وهطلع الحاجات بس اللي انا هستعملها وهرجع لكم تاني. دلوقتي بقى ايه، انا شلت الحاجه التانية اللي انا مش هستعملها. هنا هعمل دول، هعمل السلطه، طلعت حاجه السلطه، ودول طلعت الطماطم، الحاجه بتاعت التسبيكه. انا بحب اعمل صلصه المكرونه بالثوم والبصل، او بالثوم بس او بالبصل بس يعني. انا ماليش قاعده في صلصه المكرونه عامه، لان من اكتر الحاجات اللي انا بعشقها، بحبها جدا انا وعيالي كده. فانا هاخد نص البصله عشان انا عايزه بصل للبانيه، فانا مضطره ان انا اعمل بصل يعني. لكن انا لما ببقى ساعات متبله البانيه، ساعات ببقى متبلاه وشايلاه في الفريزر بالبصل بس وملح وفلفل اسود واحطه في الفريزر. وساعات ببقى متبلاه وبرده وعاملاه بالبيض والبقسماط وشايلاه، على حسب يعني ظروفه، حسب وقتي. بالذات في الدراسه بحاول اعمل كده عشان ميبقاش عندي وقت تماما. بس فانا عشان هعمل كده بصل، فانا هاخد نص البصله دي احطها مع التسبيكه، والنص التاني احطها على البانيه بس. وهقوم بقى جوه هجهز الحاجه وهحط المكرونه تتسلق، وهوريكم انا هعمل ايه.
بصوا بقى انا تبلت البانيه وخلصته. بص انا بتبله بصله مبشوره وملح وفلفل اسود وبصل وتوم باودر، اي توابل عندك، بس هو اساسه الملح والفلفل الاسود، واي توابل عندك تاني حطيها. ودي بقى الصلصه. بصي انا بشرت الطماطم، ما عملتش برضه زي ما انا قلت لكم، انا ماليش قاعده في في الصلصه بتاعه المكرونه. انا بشرت الطماطم وحطيت كيسين الصلصه وتوابل بقى ملح وفلفل اسود وثوم وبصل بودر ومكعب ماجي وكمون، بس كده تمام. واحطهم كلهم وهوريكم دلوقتي وانا بحطها ايه على البصله. هنحطها على البصله، بس اتحمرت بصل وثوم، ماشي. انا حطيت بصل وثوم بس، وهسيبها اقلبهم بقى واسيبها تتسبك. بصوا بقى انا البانيه تبلته، بس انا كنت ناسيه اقول لكم على حاجه. انا بحط ليمون على ليمونه كبيره او ليمونه ونص لو صغيره على البانيه، بصراحه بتديله طعم حلو جدا، بتديله طعم جميل. فانا حطيته وتبلته وهروح احمره. والمكرونه خلاص اتسلقت وخلصتها. ودلوقتي بقى التسبيكه خلاص برضو قربت، وهحمر البانيه وكده يبقى خلاص. وبص الصلصه خلاص قربت ان هي تتسبك، هسيبها بس شويه كده وهتسبك، وبعد كده اخدها اقلب فيها المكرونه واحمر البانيه. بصوا دلوقتي انا خلصت المكرونه، بصوا شكلها تحفه، شكلها يفتح النفس بصراحه، ماشي. وهقلبها، والبانيه خلاص حمرته وغرفته، والسلطه خلصت، ناقص بس اغرف في الاطباق وخلاص على الاكل. المكرونه وغرفت خلاص، والولاد ومحمد جايين وهنقعد نتغدى، وهو ده كان غدانا النهارده، ويا رب اكون قدرت اوصل المعلومه. وطبعا امبارح كان بقى اكل عادي، النهارده بقى البانيه. وما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ولو عجبكم النوعيات دي من الاكل، الحاجات البسيطه دي، تطلبوا مني في الكومنتات. ومع السلامه.